السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم شويه عدس كده بالخضار. حاجه كده تحفه، يعني عدس مختلف شويه عن اللي احنا بنعمله المعتاد. دايما بنعمل العدس بيكون شوربه او فته. النهارده هنعمل ان شاء الله شويه عدس حلوين كده. يلا بينا عشان نشوف عملناهم ازاي. طبعا في البدايه خالص هنقول بسم الله. في الحله بتاعتي حطيت قطعتين من الزبده، والخضار اللي موجود ومتوفر عندك حطيه. كان عندي فلفل وعندي جزر وعندي بطاطس، وطبعا كنت مقطعه برضو كوسيه كده معاهم، بس الكوسه مش هحطها دلوقتي لان الكوسه مش بتاخد وقت يعني في التشويح ولا السوا كمان. هنشوح كده الخضار اللي انا حطيته مع قطعه الزبده ونقلبه كويس قوي كده لحد ما احس ان هو اتشبع من الزبده كويس قوي. طبعا في الوقت ده هبدا ان انا اجيب الكوسيه اللي انا مقطعاها مكعبات وانزل بيها كده على باقي الخضار ونقلبهم كويس قوي مع بعض. وطبعا عارفين ان الكوسه مش بتاخد وقت في السوا خالص، يا دوبك كده تشويحه برضو مع الخضار وخلاص. هنشيل كل الخضار كده من الحله، وفي نفس الحله نحط برضو قطعه زبده تانية. وبعد كده كنت مقطعه بصلايه صغيره هننزل بيها كده ونشوحها كويس قوي كده مع الزبده. وبعد كده هنجيب شوية من التوابل الصحيحة عندي، يعني مثلا حطيت ورقتين لورا اهم، وعندي كمان قرنفل، حطيت فصين 3 كده من القرنفل. وكان عندي حبهان، احط الحبهان يعني هفضي الحبهان جوه الخلطة بتاعتي دي، يعني مش هحط القشر بتاعه. هفضي كده الحبهان وافضي البذور اللي جواه في الوصفة بتاعتي. يا دوبك هما حبيتين بس كفاية قوي. وبعد كده عندي بقى رشة خفيفة قوي كده من القرفة، هتدي برضو طعم حلو قوي للوصفة بتاعتنا. يعني رشة خفيفة ما تزوديش، يعني ممكن ربع معلقة كده صغيرة يعني. قلبي بقى كل البهارات كده والتوابل مع البصلاية. وبعد كده عندي بقى ربع كيلو من العدس الأصفر اللي غسلاه ومصفياه. هننزل بيه كده على كل التوابل وعلى البصلاية، وقلبيهم بقى كويس قوي مع بعض كده يتشوحوا برضو مع الزبدة كده. وبعد كده هنجيب بقى معلقه كده من الصلصه البيوريه، يعني علب الصلصه العاديه، او لو انت عامله صلصه حطي منها معلقتين كده. ونحط البهارات بتاعتي، عندي شويه ملح شويه فلفل اسود، وبرده لو في 4 فصوص توم كده حلوين قطعيهم هيدوا نكهه حلوه قوي برده للوصفه بتاعتي. وقلبي بقى الحاجات دي كلها كده مع بعضها. وبعد كده هنكون محضرين ميه مغليه، هننزل بالميه المغليه كده، وهنسيب العدس يا دوبك يعني ياخد كده سلقه بسيطه على النار، ونغطي عليه. يا دوبك ياخد كده غلوتين كده على النار ونغطي عليه. وبعد كده نجيب بقى باقي المكونات اللي احنا شوحناها في الاول، الخضار يعني. بصوا ما شاء الله بقى لونه عامل ازاي كده، خلاص كفاية قوي. تعالي بقى نجيب الخضار كله اللي احنا شوحناه في الزبدة في الاول وننزل بيه على العدس بتاعي. هنحط كل كمية الخضار زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هنقلب بقى الخضار كده مع العدس. وطبعا زي ما احنا شايفين هو محتاج مية تانية، زودنا مية مغلية تاني عليهم. وطبعا خدي بالك من التوابل والملح، يعني طبعا زودنا مية يعني معنى كده هنزود شوية ملح كمان. انا زودت شوية ملح، وكنت ناسية بصراحة نص معلقة كده من الكاري. الكاري حلو جدا وبيدي طعم حلو قوي للوصفة دي، ما تنسيهاش. وزودت شوية ملح وغطيت عليه، نغطي عليه بقى ونهدي عليه النار خالص، هيطلع بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. استوى خالص طبعا، وباين على الخضار خالص ان هو خلاص انسجم كمان مع العدس يعني. عايزه اقول لكم وصفه حلوه جدا ما شاء الله يعني. ممكن تاكليها بقى مع عيش بلدي، ممكن تاكليها بمعلقه، يعني انا عندي في البيت هنا ما شاء الله اكلوها بالمعلقه وعجبتهم قوي. دي كانت وصفتي النهارده للعدس بالخضار. حاجه كده تغيير بقى، ومش لازم ان احنا نعمل العدس شوربه ولا نعمله فته، لا ممكن نعمله بالطريقه دي. هتبقى وجبه حلوه جدا جنب شويه سلطه او شويه مخلل وعيش بلدي. وكلي بالهنا والشفا. دي كانت وصفتي النهارده للعدس بالخضار، يا رب تعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم.